كان هناك نقاش مطول حول الدعم. تعرفوا بان الحكومه مشات منذ مجيئها في استمرار ديال الدعم ديال اللجان بعد الكوفيد، ويعني في الرواتب ديال الصحفيات والصحفيين منذ 2024 كسيد الكتيبه كان هناك مرسوم جديد. واليوم عندنا يعني قرار مشترك مع وزاره الماليه باش نحددوا الطريقه ديال الدعم الجديده اللي غتمشي نرجعوا للمنطق القديم ولكن بمبلغ يعني اقوى، واللي عطلات هذه العمليه فقط لان اللجنه المشتركه ما بين القطاع ما بين الحكومه وما بين العاملين في هذا المجال اجتمعت ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، وطلبنا من جميع المقاولات باش يعني توجد الملفات ديالها. لاحظنا بان المقاولات الكبرى عدديا اللي وجدوا حطوا الملفات ديالهم، والمقاولات المتوسطه والصغرى اللي مازالوا ما واكبوش هذه العمليه، فلهذا اخرنا هذه العمليه باش نعطيو فرصه كذلك للمقاولات الصغرى والمتوسطه باش يعبروا الملفات ديالهم. و يعني اناشد الاخوات الاخوان يعني اللي كيسهروا على هذه المقاولات باش ينخرطوا في هذه العمليه اولا. ثانيا كذلك لان لقينا بان ماشي كلشي كان موجود، لاغراض انسانيه يعني بعض المقاولات كانوا مستعدين للاسف يتخلاو على بعض الصحفيات والصحفيين، فلهذا اضطرينا باش نضيفوا 3 اشهر اخرى باش يتخلصوا الرواتب ديال الصحفيات والصحفيين. ولو نعتبر باننا بعد نفسنا يعني المده ديال ما قبل الكوفيد، وبان المقاولات الاعلاميه راه يعني مستعده باش تواكب يعني المسار ديالها العادي كمقاوله قبل ما تكون مقاوله. هي مقاوله يعني عندها بيزنس موديل، عندها واحد النموذج اقتصادي اللي خصها تبني عليه واللي خصها تقدر تجاوب به الخصوصيات ديالها مع الصحفيات والصحفيين بدعم اللي غيكون كاينه يعني اذا عقلتوا في القانون الماليه مع الحكومه السابقه الدعم ما كانش كيتجاوز اعتقد 64 ولا 65 مليون ديال الدرهم. اليوم وصلنا ل 240 مليون ديال الدرهم موجهه للمقاولات الاعلاميه وبدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطه اللي ما كيفوتش الشيك دافير ديالهم اعتقد 3 مليون وصلت ل 50%، والمقاولات الكبار حتى كيهبط غادي كيهبط باش نعطيو مره اخرى الفرصه للمقاولات المتوسطه والصغيره باش يكون عندهم امكانيات باش يكبروا حتى هما ويكون واحد التكتل. بالخصوص انا كنتكلم على المقاولات الجهويه والمحليه، وراه كنظن طلعتوا على هذه القضيه. ولا بد المقاولات اللي بغاو يستافدوا من الدعم باش يحترموا كذلك الاتفاق اللي كان انذاك مع النقابات الصحفيين باش يزيدوا من السلام ديال الصحفيات والصحفيين، لان كنعتبروا مره اخرى بان هذه مهنه نبيله وهذه شبه خدمه عموميه. ولا بد ان الكل يعني يجتهد في هذا المجال. الحكومه اجتهدت واكبات هذه العمليه، زادت من الدعم الموجه للاعلام او للمقاولات الاعلاميه بالخصوص يعني الاساس ديالو حنايا راه هو للصحفي والصحفيه باش نكونوا واضحين، لان راس المال الاخير ديال المقاوله الاعلاميه راه هو الصحفي. كيفاش كيكتب المقال، كيفاش كيجيب المعلومه، كيفاش كيناقش هذه القضايا المجتمعيه، كيفاش كيواكب هذه التحولات اللي كيعرفها المغرب واللي كيعرفها العالم. فلهذا هذا المجهود اللي كتقوم به الحكومه المنتظر كذلك باش الكل ينخرط فيه باش نقويو المقاولات الاعلاميه. ولاحظنا مؤخرا يعني في حدث رياضي كبير لاستضافه المملكه المغربيه ان الاعلام عنده واحد الدور مهم جدا، ليس فقط على الصعيد الوطني بل حتى على الصعيد الاقليمي والدولي. ونحن بحاجه مره اخرى لاعلام مغربي له تاثير على الصعيد الاقليمي، له تاثير على الصعيد الدولي، باش الصوت المغربي يتسمع كذلك، خاصه فاش كتكون قضيه حق وقضيه مصالح ديال الوطن.